قبل ما نبدأ الفيديو نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات اليوم جابت لكم طريقة عمل القيمر بالحليب الباودر واللباية. إذا سامعين باللباية، اللباية اللي يسووها من الحليب اللي البقرة توها والدة والحليب مالتها يكون بيه صمغ يتفور بدون خميرة يصير لباية. أنا اليوم راح أسويه بالحليب الباودر. عندي هنا المقادير مال اللباية. عندي هنا حليب المدهش كوبين. عندي هنا الخميرة مالت الجبن اللي سويتها بالفيديو السابق. الخميرة هذه نفسيتها أخلي ملعتها نص ملعقة صغيرة وملعقتين كبار شكر. عندي هنا الزبدة هذه نوعيتها كل زينة، زبدة المراعي أخلي من عندها ربع كوب يعني ملعقتين. وعندي هنا مي حار أضيف كوب واحد مي حار، لازم المي مغلي، وأقلبهم بهالشكل. هذا محضرة الطعام إلى أن يبدي يجمد عندنا. شوفوه بهالشكل جمد. هسه أرجع أخفقه إلى أن يصير بيه حبيبات ويذب السوائل مالته بهالشكل. هسه راح ابتدي أصفيه. عندي هنا مصفاة وأخلي عليه هذا الشاش، أنا مخليته خاص بالأجبان، يعني وصلة نظيفة إذا عندكم سووا بيها الأجبان اللي يسووها. فهسه ابتديت أصفي بيه. راح أخليه تقريبا ربع ساعة يتصفى على ما أسوي القيمر. السائل اللي دا يطلع من عنده أصفر نفس اللي يجي ويا اللباية. هنا عندي الحليب المدهش أخذ من عنده كوب واحد حليب باودر. هذه طريقة القشطة مال جيل الطيبين. أضيف محضرة الطعام وأضيف عليه نصف ملعقة صغيرة من الخميرة مالت الجبن، وأضيف عليه نص ملعقة كبيرة شكر، ونص كوب مي دافي. هنا بالقيمر نستخدم مي دافي، لا تستخدمون المي الحار لأن راح يتكتل عندكم. باعوا بهالشكل ابتدى يصير عندي قشطة. باللباية استخدمنا مي حار، بس بالقيمر لا مي دافي. باع الملمس مالته كلش حلو ناعم. هسه ايش راح اسوي؟ هذه الخطوة حسب الرغبة اللي راح اسويها. راح اضيف الى ملعقة زبد. باعوا قوامه شلون صار؟ هو قيمر، بس انا راح اخلي الطعم مالته يصير اطيب اضيف عليه الزبدة. اللي ما يريد يضيف عليها الزبدة عادي لا يخليه، بس هو الزبدة يعطيها لمعة ويعطيها طعم اطيب بعد. باعوا بهالشكل. هذا القيمر مال جيل الطيبين. البنات اللي قالوا اللي نريد القيمر، وصفة القيمر مال الجيل الطيبين، هو هذا القيمر اللي قبل كانوا يسووه. هسه فرغه بوعاء. باعوه بهالشكل. ريحته وطعمه كلش طيب. وهذه اللباية عندنا تصفت، اخليها هم بماعون بصحن واسوي وياها شاي وصمون حار، وطعمهن كلش طيب. باعوا شلون شكله؟ نفس القيمر اللي يبيعوه، والطعم مالت اللباية نفس اللباية اللي ناكلها، اللي اهلنا كانوا قبل يجيبون اياها، نفس الطعم وهمات اطيب. الفيديو الجاي ان شاء الله اسوي لكم القيمر بالحليب الجاموس. هنا القيمر عفته شويه يبرد بعد قوامه ناعم. ولهنا ينتهي الفيديو مالتنا، ومع السلامه ودمتم في حفظ الرحمن.